السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واخيرا رجعت فيديو جديد بقالي فترة كبيرة قوي ساحب. ما علينا، يعني مش كل فيديو اقعد اقول نفس الكلام. المهم غيرت الحساب للمرة المرة المليون حرفيا. فالمهم الحساب دوت انا اساسا مكمل بيه بقالي شهرين، داخل في الشهر التالت. فباختصار عشان ما اطولش الفيديو على الفاضي، امبارح نزل باكج ديلبيرو. الفيديو دوت هينزل متأخر يوم عشان انا فتحت الباكج متأخر. المهم نزل باكج ديلبيرو زي ما انت شايف، فتحت ب1600 كوين. قول 1500 كوين، يعني 1500. تمام، ما جاليش اي حد. الكلام دوت كنت فتحت بعد الفجر على طول. رحت اتضايقت وبتاع، قلت هخش انام وبكره هكمل. جه حد قشطه، ما جاش خلاص طز بقى. وكنت اساسا ناوي ابيع الحساب، لكن جه دلوقتي الصبح ونشوف بقى. الحساب هستعرضه لكم بعدين، مش هستعرضه دلوقتي نخش نشوف الدنيا. فانا من عادتي بقعد كده، اقعد العب في اي حاجه، اخش اضرب 100 كوين. ماشي، نقول بسم الله. لو جه 4 نجوم او 5 نجوم هضرب 900. حلو، هايلايت. حلو قوي 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 قوي، انا كده مرضي. بس هي المشكله امبارح لما جيت اعمل 900 وعملت نفس الكلام، ما جاش حاجه. فدي بقى المشكله. اخاف دلوقتي ما يجيش حاجه كمان، اصل انا كان معايا 4000 كوين. كنت اساسا ناوي ان انا هزودهم وافتح بقى على باكج محترم، بس قلت دي البيرو بليدز بقى وبتاع. فنخش كده نلعب في اي حاجه، يعني نخش نقعد نخش ونخرج. يمكن يعني كده كده احنا هنفتح، فاحنا نجرب بقى وخلاص. نفتح من بره احسن. بسم الله يا رب، يا رب. يلا. كاسياس جالي من 900. انت هتيجي حلو. ها، الحمد لله. الف حمد وشكر، يا رب ما بقاش نكاتة، يا رب. يا رب. مين ده لابس احمر؟ ده هو. يعني انا صارف 2500 كوين عشانك يا اسطى؟ هو ايه ده؟ طب كنت تجيب لي انزاجي حتى، تجيب لي دلبيرو، طيب اي حد. نكاتة. يا ربي. طب المشكلة ان هو بعيدا عن الريت، هو مش احسن حاجة اكيد. انا داخل في 2000 كوين، 1700 كوين، يعني 27 فتحة. ولا كام؟ 27 فتحة. 27 فتحة عشان ده. مش عارف الصراحة يعني، بس المهم بس يعني في فيديو الكاسياس المفروض كان هينزل، بس انا منزلتوش. المهم بس نخش كده نجيب التشكيلة الأساسية. ده الحساب في السريع، يعني حساب عادي، هو مش قوي قوي ولا ضعيف قوي. انا كان في الحساب دوت محتاج هول بلاير، فجالي الهول بلاير، بس انا ما كنتش عاوز الهول بلاير ده. انا كان نفسي في هول بلاير زي ديلبيرو الراجل المحترم البليدز. بس الحمد لله، يعني نديله بوستر تكنيك. طب حلو، ده هيزوده في الدريبل، وزوده فعلا. واحدة ريت حلو. نخش نديله الاوتو. نخش بس نديله النقط الاول، بيتهيألي هيوصل 103 بالبوستر، لان انزاجي بيوصل 104. فده اكيد مش هيوصل 104 زي انزاجي، فهو اخره 103 يعني. حلو وكل حاجة، بس يا جدع انا مش عاوزك، بس الحمد لله. ده بيوصل 102 ازاي؟ ازاي اصل انا معيش بوستر احدده انا. طب استنى كده نجرب، اجرب اديله بوستر عشوائي كمان. يعني يا رب يجي اي حاجة، يعني تكون بتزوده اهم حاجة. لا زودته دي حلو، دي هتزوده في الوعي الهجومي والحاجات دي. نخش بقى نشوف طاقاته. هو البلاير تمام. طاقاته. طب والله طاقاته حلوة. دريبل 95، وسرعة، وكمان عنده طاقات دفاعية، وسرعة 87، واكسلريشن 90، بالانس 88. طب والله لا، رايق ايه ده. بعيدا عن الدوشه اللي جنبي ديت، في السريع كده عشان الفيديو ما يطولش. في نص الفيديو كنت بقول ان انا فتحت وجبت كاسياس ب 900. فانا كنت بصور مش لليوتيوب، انا كنت بصور لواحد صاحبي، اساسا ما كنتش عامل في دماغي ان انا انزل في اليوتيوب. وانا بمنتج قلت احط الفيديو بتاع كاسياس بالمره، وكمان يعني مش هيضر في حاجه، فاهم؟ فاحطه، ممكن صوتي ما يبقاش واضح قوي او كده، لان انا ما كنتش بصور لليوتيوب اساسا. وبس. فقبل ما نخش اقول لكم رايي في نكاته وبتاع وكده، واوريكم شويه لقطات ليه.
فنشوف جبت كاسياس بكام كوين. بص يا اسطى، نورس كانوا فن في واحد على اليوتيوب دايما بيقول لك افتح بميات لحد ما يجيلك لاعب 4 نجوم او 5 نجوم واضرب 900 هيجيلك ايبك. تمام تمام. فاهو جالي لاعب 4 نجوم. يا رب يا رب يا رب والله كل اللي انا محتاجه بوسكيتس. يعني مش هيبقى ديفيجن وهيبقى تراكمات مذاكرة وكمان مش هيجيلي بوسكيتس. هو ده اللي انا عاوزه، ولا اي حاجة تانية. هو ده اللي انا عاوزه. وكاسياس برضه والله التلاتة حر. انا راضي باي واحد يجيلي بس بوسكيتس وكاسياس هم اكتر ناس. يا رب يا رب يا رب اكرمني يا رب والنبي يا رب. ازعل قوي لو مجاش من 900 دي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تنور يا رب. ايبك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب بوسكيتس يا رب يا رب برشلونة. كاسياس الحمد لله. بس انا كان نفسي في بوسكيتس بس الحمد لله كاسياس. الحمد لله. بس انا كان نفسي في بوسكيتس بس كاسياس برضو والله خير وبركة. الحمد لله الحمد لله. بس انا عاوز وسط، انا عاوز وسط فاهمني. انا كل اللي انا نفسي فيه وسط بس. بس الحمد لله. بس انا نفسي في وسط. مش عارف اكمل ولا ايه، ما اكمل ولا ايه. 900 كوين كويس قوي كويس قوي. دي اول مره تحصل لي في حياتي. مش عارف اعلي صوتي وافرح عشان انا في الصالون والصوت بيسمع. الحمد لله الحمد لله. كان نفسي في بوسكيتس اكتر بس الحمد لله. الف حمد وشكر. طب بعيدا عن حصل في فيديو كاسياس دوت والفرحة اللي انا ما كنتش فيها، السبب بكل بساطة ان انا كان اول ايبك يجيلي حرفيا. انا طول عمري ما بيجيليش ايبكات، انا اللي بشتري حساب فيه ايبك فاهمني. فنخش بقى على تجربة نكاتا وانا بتكلم في المونتاج. فانا كنت مصور الفيديوهات واعمل فويس اوفر. طيب نيجي بقى على التجربة. اول حاجة بعيدا عن الجودة لان انا ما كنتش عامل حساب ان انا هنزل الفيديو ده اساسا. بص، اول حاجه جاب عرضيه هنا الصراحه لانه كان تعبوا في اخر الماتش فاهمني. ورغم كده الماتش دوت انا كنت لعبت فريند ماتش لان انا ما بلعبش ديفيجن الفتره دي. فزي ما انت شايف هنا نكاتا نازل يدافع كانه زي ام اف او ال بي. نزل يدافع تمام. بعدها شويه تيكي تاكا كده بساط اديتها. هو حرفيا كده بقى شبه انفراد. حرفيا عدى من ديليخت وريديجير وفريرا وبص عدى من كله. لكن للاسف ما جابهاش. يعني مش عارف ليه ما جابهاش جون. بس عادي انا عن نفسي شايفه جامد بجد. وهنا برضو بص بيهرب ازاي. يعني بيجري من المدافعين بطريقه غريبه بجد. هو اللي ضدي مش اكتر حد محترف بس جامد الصراحه. انا شايفه جامد. وفي برضو هنا لبس حته كوبري لزهير اماري. بص رايق. وكمان اتقطعت منه يعني الاتنين عليه واتقطعت منه. لا رجع خدها تاني واداها لفيني. وجسمه مكانش معدول اداها لفيني صح. بس للاسف فيني مش فاهم كان بيتعاطى ايه في اللقطه ديت وراح ضيعها. يعني مش فاهم ليه. هنا برضو تاني لقطه زي ما انت شايف عدى من 3 وعدى من ده تاني. بس للاسف خلاص يعني تعب وانا ما اتصرفتش فيها صح قصدي. فبس كده يعني ده كده تجربتي لنكاتا. فهو عامل معايا لعبت بيه ماتش ديفيجن عامل معايا 3 مساهمات جون واسيستين. فهو الصراحه انا عن نفسي شايفه فاجر بعيدا طبعا عن اللي هو عمله في الفريند ماتش ماشي. فانا عن نفسي مبسوط ان هو جالي. لكن بعيدا عن التوك توك اللي معدي دوت انا بسجل في البلكونه دلوقتي. للاسف ما فيش مكان تاني اسجل فيه غير البلكونه وهو في السريع يعني كده. فهو للاسف الشديد كان نفسي في ديلبيرو وبليدز وبتاع. بس دوت انا الصراحه مش زعلان عليه. بس زعلان ان هو 2000 ونص كوين فاهم. يعني لو كان جالي من 1000 او 1000 ونص كوين ما كنتش هبقى زعلان خالص وكنت هبقى مرضي والف حمد وشكر فاهمني. لكن حصل خير وبس كده. واتمنى ما اسحبش تاني باذن الله. الفيديوهات الجايه كلها تبقى شروحات لاني ما بعرفش اصور وانزل وكده. غير كده المونتاج في الفيديوهات بتاعه المطوشه يعني مش بتبقى ممتعه فاهم. بيبقى ممل قوي وكده ولازم العب مطوشه كتير عشان الفيديو يكون طويل وكده. وغير كده يا عم انا نوب يا عم ما بعرفش العب. فانزل لكم بس مثلا شروحات خطط بتاع كده وبس. ولا مؤاخذه والله انا دلوقتي بسجل في البلكونه. لكن هو فعلا مفيش اي مكان تاني اقدر اسجل فيه غير البلكونه حاليا وبس. يعني اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنساش اللايك الاشتراك
كنت هقول سبسكرايب بس خلاص اتعلمت من اخطائي. لايك، اشتراك، وتكتب لي كومنت وبس كده. والله يسترك ما تكتبليش صوتك فيه مشكله او حاجه، عشان والله انا عارف، اقسم بالله انا عارف، وبحاول اعلي صوتي. بس الفكره ان انا مهما عليت صوتي، السماعه اللي انا ببقى لابسها صوتها بيبقى اعلى من المستوى الموبايل، فاهمني؟ وانا بمنتج لما باجي اسمع الصوت بلاقي تمام، فاهم؟ لكن انت لما تيجي تسمعه من سماعه الموبايل فبيبقى الصوت واطي بس يعني. فهحاول احل المشكله ديت وبس كده. سلام.